اياك انت جاي عشان تفهمنا ان الشنطه اتلطشت منك. هو ده اللي حصل يا نجاة. وبعدين كمل ادي احنا سامعينك. ابدا، العيال ولاد الحرام اللي خدوا الشنطه جريت وراهم، قعدت الف وادور فص ملح ودابه، بس هو ده اللي حصل. طب هربتي ليه؟ ما رجعتش ليه عشان تحكي لنا على اللي حصل؟ ما هو يا حاج ما كانش حد هيصدقني ولا هيرحمني. وايه المطلوب مننا دلوقتي؟ ان احنا نصدق الكلام الفاضي اللي جاي تغني علينا بيه ده دلوقتي؟ يا نجاة انا مش عايز حد يصدقني ولا يكذبني، انا بقول لكم اللي حصل. طب ويا ترى كل اللي انت فيه بقى ده منين؟ شوف يا ندى بنتي، انا بعد اللي حصل ده يعني قلت اختفي شويه، يعني قلت لازم اشتغل، لازم اجيب فلوس. اول ما تجيلي فلوس اجي على طول عشان اعوضكم عن الشنطه اللي راحت. ياه، غريبة. وشغل ايه ده بقى اللي في الوقت القليل ده يخليك في الأبهة دي كلها؟ شوف يا سمية بنتي، انا ربنا كرمني من واسع، سافرت قلت ادور على اي شغلانه كده استرزق منها. لقيت واحده ست عجوزه كده اجنبيه، حكيت لها حكايتي، صعبت عليها، شغلتني عندها. بعد شويه اتجوزتها، بس بعد شويه ربنا خدها. المهم ربنا كرمني وورثتها، اصل كنت انا الوحيد بالنسبه لها يعني، والأبهة اللي انا فيها دي والخير اللي انا فيه ده منها. الله يرحمك يا جرجت. هو انت كده يا عرفه بيه دايما تخش علينا بالحنجل والمنجل، تكوننا في عشرة بلدي، بس احنا هنقدر نغلبك في الكذب اللي انت بتيجي تكذبه علينا؟ انا ما اقدرش اكذب عليكم يا نجاة. انا بصراحه يا جماعه جاي عشان انفذ العهد. انا خدت عهد على نفسي، اول ما ربنا يديني فلوس ارجع واعوضكم. ربنا أعلم بالنوايا. رجع حق أخوك وولاده واتكل على الله، وربنا يديك على قد نيتك. والله العظيم يابا نيتي خير وناوي اعوضهم اكتر من كده كمان. تعوض مين وكلام فاضي مين؟ انت جاي ايه؟ جاي تشتغلنا؟ يا نجاة افهميني، هي المكافأة بتاعت المرحوم راضي دي، الله يرحمك يا راضي ويحسن إليك، المكافأة دي هتطلع كام؟ وقد إيه؟ مش هتكفيكوا، والحياة صعبة دلوقتي، وبقت الحياة ضنك. ضنك ولا مش ضنك؟ احنا راضيين يا اخي باللي قسم لنا بيه ربنا. خلاص انا اتعودت ان اجيب قرش بعرق جبيني واشتغل، واكل ولادي اليتامى دول من عرق جبيني. والله العظيم انا جاي اساعدكم، يمين بالله جاي اساعدكم يا نجاة، واولهم ابويا. هاخدك يابا اعالجك في احسن بلد في العالم. عندك ربنا يغنينا عن فلوسك حرام. استغفر الله العظيم. اما انت يا باسم يا ابني، فانا ان شاء الله ناوي اخليك دراع اليمين. انا هشغلك في الشركه عندي بمرتب خيالي، وهجيب لك عربيه اخر موديل. وانتوا يا بنات ان شاء الله هديكوا كده قرشين تشبرقوا نفسكم بيها وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه، وبعد ما تتخرجوا هاخدكم في الشركه عندي تشتغلوا احسن شغل. وان شاء الله ادعوا بس وقولوا يا رب، هجيب لكم عرسان زي بالظبط كده هيسعدوكم. اما انت يا نجاة، انا ايه يا اخوي؟ ان شاء الله هتجيب لي توك توك، ولا هتجيب لي تاكسي العاصمه، ولا هتجيب لي ميكروباص اتمنظر بيه في الحته، ولا ناوي تشغلني عندك مدير عام، ولا ناوي تجيب لي عريس لقطه من الخليج؟ الله يجازيك يا نجاة. وانت بتاعت الحاجات دي برضو. انت طول عمرك ست محترمه واصيله يا نجاة، وبتحابي على اولادك، ونفسك تشوفي ولادك دول في احسن صوره. شوف يا نجاة، أنا عايزك تقعدي في بيتك كده معززة مكرمة، وأنا بمشيئة الرحمن كده ناوي آخد أرض المشتل وأبنيها عمارة، برج كبير نعيش فيه بقى كلنا، إحنا وولادنا وأحفادنا إن شاء الله، ونعيش بقى يا نجاة. يا جماعة أنا ربنا كرمني من وسع، وأنتوا فاكرين اللي أنا فيه ده ملكي أنا لوحدي؟ لا،
ده ملككم، فلوسكم وخيركم. وزي ما قلت لك يا نجاة بقى، نهب على وش الدنيا ونعيش، مش كده ولا ايه؟ انا قلت العد يا جماعه، انا عايز اسمعكم انتوا بقى. ايه يا ندهان؟ ايه يا باسم بيه؟ مالكوا يا اخويا واقفين مبلمين كده ليه؟ ايه يا ولاد رازي؟ كلام عرف عجبكم؟ ايه؟ نغشش في دماغكم؟ يلا بنت انت وهو، شوفوا وراكوا ايه، خشوا اعملوه، بلاش كلام فاضي. ليه بس كده يا نجاة؟ الولاد كانوا بيحلموا، ليه تخرجيهم من الحلم الجميل ده؟ الله الغني عنك وعن فلوسك، ولو كنت ورثت مال قارون ما احناش عاوزينه. الله الغني عنه وعنك. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. ده اخر كلام عندك يا نجاة. وما عنديش غير اللي انت سامعه ده. احنا حقنا معروف، عاوز ترجعه رجعه، مش عاوز احنا خلاص قلنا عوضنا على الله. والله العظيم يا نجاة انا ناوي اديكم اضعاف اضعاف حقكم. انت تخرس خالص ومش عايز اسمع صوتك، وبره بره روح ارمي سمك على اي حد ما يعرفكش. مش نجاة ولا ولاد راضي ولا ابوك اللي تقدر تشتريهم بالفلوس. روح تشتري واحد من اشكالك بره، يلا روح اتمنظر بيهم، يلا بره، واشكالك كتير في الشوارع، بره بقولك. ماشي ماشي يا نجاة. يلا بره بره. اسمعيني بس يا نجاة من فضلك، رغم كل اللي قلتيه ده فانا برضه هطلع اصيل وهقف جنبكم واساعدكم لاخر لحظه في عمري. بره، ده انت ما عندكش دم، بره. والله العظيم يا رب.
واي حد يعوز اي حاجه انا مكتبي مفتوح. مكتبي مفتوح 24 ساعه. انا اخوكم وابنكم، اتربيت وسطيكم، انا ابن الحته دي وليكم حقوق عليا. منور. النهارده المعلم حسونه هيذبح وهيفرق اللحم عليكم كلكم كبير وصغير، وكل اول شهر هنذبح وهتتفرق اللحم عليكم كلكم. اللي ملوش خير في اهله يا جماعه ملوش خير في حد، مش كده ولا ايه؟ الله يخليكم. هو عرفة والسلام. هو عرفة والسلام. حلو الكلام حلو الكلام. حلو الكلام حلو الكلام. هو عرفة والسلام. هو عرفة والسلام. حلو الكلام حلو الكلام. حلو الكلام حلو الكلام. هو عرفة والسلام. هو عرفة والسلام. حلو الكلام حلو الكلام.